بطل الدوري، وانتهت المباراة بالتعادل بدون اهداف، وكان النادي الاهلي فاز بركلات الترجيح 3-1. شايف انا مانو خارج بره الملعب كان عنده انذار وخد الثاني ولا ايه؟ انما ركله جزاء عبد الله السعيد هو اللي هيسدد، عبد الله السعيد ومحمد عبد المنصف، وفعلا خارج مانو هو هيكمل فريق انبي ب10 لعيبه اللقاء النهارده، لان كان واخد انذار ولا استبعده هنشوف مره ثانيه في الكادر كده. انما خلينا في ركله الجزاء. النادي الاهلي من لعبة سيد معوض اللي اتحرك بشكل كويس قوي وعمل عرضية في منتهى الجمال، انما يتعامل معاها بتهور مانو ويحط ايده ويحتسب محمد فاروق ركلة جزاء للأحمر بعد تقريبا 17-18 دقيقة من احداث الشوط الثاني. ضرب الجزاء لسه وقت كبير قوي. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد وعبد المنصف، عبد الله وعبد المنصف، مش ممكن. عبد المنصف لسه جول 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 واحد للنادي الاهلي. لمست محمد عبد المنصف وطلعها في منتهى الجمال، انما عبد الله السعيد يكمل. لو ما لمستش حد ما كانش يقدر ان هو يكملها، انما محمد عبد المنصف يتعملق ويتألق اول مره ويكملها عبد الله السعيد داخل شباك انبي. واحد دون مقابل للنادي الاهلي في الدقيقه 19 من احداث الشوط الثاني. يبقى الضغط اللي عمله لعيبه النادي الاهلي ادى الاخطاء زي ما شفنا كده، وقلنا ان كتر الضغط هو اللي بيعمل مشكله للمدافعين ويبدا تركيزهم يقل. ادي عبد الله وادي محمد عبد المنصف يا ولد يا لعيب يطلعها لاول مره ويكمل فيها عبد الله السعيد داخل الشباك. واحد للنادي الاهلي دون مقابل لنادي انبي في السوبر رقم 11 للكره المصريه بدايه موسم 2012-2013. بتتعادل لعبه للمره الثانيه والثالثه، لعب عليها كده بعينه محمد عبد المنصف، والاثنين اشتغلوا بذكاء على بعض، انما يتألق اول مره محمد عبد المنصف ويكمل باصرار عليها عبد الله السعيد في لقاء النهارده. ضربه حره من مكان كويس لنادي انبي مع الدقيقه الاخيره من اللقاء، وقت مهم جدا للنادي الاهلي ان هو يحافظ على التقدم، او نادي انبي ان يرجع للقاء مره ثانيه رغم ان هو بيلعب 10 لعيبه تقريبا من بعد منتصف الشوط الثاني. محمد فاروق بيتكلم مع شريف عبد الفضيل واحمد عبد الظاهر، المشاكسات جوه 18 النادي الاهلي، وفاول من مكان كويس قوي هنشوف هيعملوها ازاي. الضربه الحره على ايمن خطيره، مش ممكن. محمد شعبان بذكاء، شعبان جول جول جول. الاخطاء اللي بنتكلم عليها ولسه بنقول انبي هيبقى له راي تاني ولا ايه في 13-14 دقيقه في الوقت اللي جاي. واحد الاهلي واحد انبي مع الدقيقه 78. محمد شعبان اللي سجل في الدوري امام النادي الاهلي بيسجل دلوقتي، وادي شريف اكرامي بيتكلم بيقول الحائط البشري والقائم القريب مش ممكن. اللعبه اللي فاتت ادي اللعبه هيت وتعدي من مدافع النادي الاهلي، واحمد عبد الظاهر اللي بذكاء كده يسيب الكرة عشان محمد شعبان بيسجل هدف التعادل. مش ممكن. ادي الاخطاء يا جماعه. كنا بنتكلم على حراس النادي الاهلي، شريف اكرام اللي خد القايم البعيد مستني العرضيه، وكان لازم حد يبقى واقف قدام الضربه الحره بشكل افضل من كده، انما بذكاء محمد شعبان يسجل هدف التعادل لفرقته في لقاء النهارده. انبي واحد محمد ناصف بشكل كويس ويطلعها، انما ياخدها تاني ويلقطها محمد بركات يا ولد يا لعيب يمشي بيها عرضيه جول جول جول. الجول التاني للنادي الاهلي. مش ممكن. عرضيه ايه وحلاوه ايه. جده محمد بركات عرضيه ما ترجعش. بقول لك يجي جون دلوقتي تقول مبروك. النادي الاهلي عرضيه بركات ورأسيه جده 2-1. الثلاث اجوان حلوا اللقاء. انبي عامل لقاء طيب وكبير. النادي الاهلي بخبره لعيبته محمد بركات الانطلاقه في منتهى الجمال والروعه، وعرضيه جد يقول لك اهي دي ما ترجعش يا جدعان. حلوه العرضيه، راحه جون وهي راحه في الهواء، بقول جون. بص شوف بركات بيعمل ايه، والعرضيه التمركز الرائع وجده في الشبكه. الجون الثاني للنادي الاهلي. 2 للاهلي، ولاعيبه الاهلي حاسين بينا لعيبه النادي الاهلي، لان كان الوقت هيطول بينا قوي. ادي بركات وادي العرضيه وادي جده، والحكايه من اولها. 2 للنادي الاهلي مع الدقيقه الثانيه من الوقت المحتسب بدل الضائع.